السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده مع بعض هنتعلم إزاي إن احنا نعرف الهارد ديسك، نعرف البارتيشن بتاعة الهارد ديسك على الجهاز بإذن الله تعالى بطريقة سهلة وبسيطة جدا من خلال السيتنجز بتاعة الجهاز. بس كالعادة في بداية كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده لاب توب اتش بي 15 انش من احدث الاصدارات اللي نازله من شركه ابل، كور اي 5 الجيل ال 12. جهاز اكتر من رائع والمواصفات بتاعته كامله. في فيديو انبوكسنج هسيبه لحضراتكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده باذن الله اللي حابب يشوف المواصفات بتاعه الجهاز دوت. الموضوع بسيط جدا. احنا بكل بساطه لما فتحنا اللابتوب لقينا ان الهارد ديسك ما كانش متعرف، فعرفناه بره في البايس، وبعد كده لما جينا سطبنا النسخه لقينا زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل اللي قدامنا دوت. الهارد ديسك بتاعه طبعا عشان لسه الجهاز جديد فكنا لسه بنبدا ان احنا نعمل له تعريف. فهو دلوقتي احنا مسطبين النسخه على اوريدي على بارتيشن 177 جيجا. طب احنا عاوزين نظهر التو بارتيشنز التانيين بالمره. الناس اللي كانت بتسال، كل القصه ان احنا بنجي هنا من فيو ونبدا ان احنا او من كمبيوتر قصدي، وبعد كده بنجيب مانج، وبعد كده من مانج بنيجي نروح على الديسك مانجمنت. وكل اللي احنا هنعمله بس ان احنا هنلاقي هنا 2 رو. شايفين الرو دي اللي هي البارتيشن نفسه. فبنيجي نضغط عليه كده ونيجي ننزل تحت هنا نعمل كليك يمين وندوس تشينج درايف ليتر اند بس، ونيجي نقول له هنا اد ونديله مثلا اي اسم اي دي اي حاجه، وبعد كده نقول له تمام. بيبدا خلاص ان هو يتعرف اوتوماتيك ويبدا يظهر لنا بره اهو. بصوا كده بيبدا يظهر اهو. بيقول لي عايز تعمل له فورمات، نعمل له فورمات. وبيقول لي انت عايزه يكون ان تي اف اس ولا اف اي تي. نخليه الان تي اف اس افضل كتير من الاف اي تي، ونقول له ستارت اوكي. بس كده نكون ظهرنا البارتيشن اللي بعده. وكذلك البارتيشن اللي فاضل هنعرفه منين؟ بنلاقي جنبه كلمه رو زي ما احنا شايفين كده. بنيجي عنده كده نروح مسلكين عليه ويظهر لنا تحت. نعمل عليه كليك يمين تشينج درايف، وبعد كده نقول له اد، وبعد كده نديله رمز ونقول له اوكي. خلاص كده بيكون بدأ يظهر. ويقول لي عايز تعمل نقفل بس ده، ويقول لي هنا اعمل له نفتح نفتحه كده. يقول لي نعمل فورمات ونخليه زي ما قلنا ان تي اف اس، وندوس بعد كده ستارت. خلاص وبيظهر معانا بيقول لي هيعمل له فورمات ويظهر معانا زي ما احنا شايفين كده. خلاص ظهر لنا البارتيشنز التانيين اللي هم الخاصين بالهارد ديسك ده. كده انا كده شغلت الهارد ديسك كامل. وزي ما قلت لحضراتكم بالنسبه للهارد ديسك، الهارد ديسك من نوع الاس اس دي، فده اعلى نوع من انواع الهارد ديسك الموجوده دلوقتي، دي خاصه بالجهاز. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الشرح يكون بسيط ونكون قدرنا نوصل المعلومه. وكالعاده في نهايه الفيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على القناه من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.